السلام عليكم. تعالوا يا جماعة، حبيت أوريكم اللحظة دي في حياة الممثلين، بحيث إن أولادنا اللي هم دايما بيحبوا يقلدوا الممثلين أو شايفينهم هم القدوة في كل تصرفاتهم، ياريت نفهمهم إن في جانب ما بيبانش. يعني كل اللي بنشوفه في المسلسلات ما هياش حياتهم، ما هياش كل حياتهم آه، رفاهية، عربيات، قصور، لبس، أزياء. الحاجات دي كلها أكيد في جانب الإنساني وجانب زي ما احنا شايفين هم موجودين في المسجد أهو. الفنانة سلوى عثمان، وجنب منها سلوى سلوى خطاب وسلوى عثمان، وجنبهم أكيد ممثلين تاني. أنا حبيت أذيع الفيديو ده لأن فعلا حاجة يقتدى بيها. يا ريت أولادنا يقلدوهم في الزي المحترم ده، وفي الصلاة وفي الطاعة. أكيد أي ممثل ليه جانب شخصي ما هوش بيبان في فيلم ولا في مسلسل ولا الكلام ده كله. ونفهم أولادنا ونفهم أنفسنا برضو أن أهم حاجة زي ما ربنا قال لنا الصلاة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زي ما انتوا شايفين أهو، سلوى عثمان كان برضو آه والدها ممثل فاضل وأدواره جميلة، وهو إنسان محترم. كان اسمه عثمان محمد علي، وجنبها الممثلة الجميلة سلوى خطاب. والله أنا الفيديو ده عجبني جدا، فحبيت أوريه لأولادنا. زي ما انتوا شايفين أهو، بيرددوا التكبيرات بتاعت العيد، حتى بيتحركوا